بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة كالعادة نسبة حضور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونضغط اللايك الجميل ونفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد، عشان معانا حاجة ما حصلتش قبل كده في تاريخ صناعة الدواجن. أمهات وصلت ل44 بسعر الأبيض التسمين. أمهات قليلة في السوق، وخرج منتجين كتير من السوق بسبب أزمة الأعلاف اللي فاتت وحذرنا منها كتير. الأمهات وصلت 44 وقليلة كمان وممكن تزيد، والأبيض التسمين وصل 44 كمان. فالأبيض التسمين والأمهات الاتنين متساويين، ولأول مرة في تاريخ الدواجن مصانع البروتين ومنتجين وإنتاج البروتين الاتنين ب44. الأبيض التسمين اشتغل 44 وقليل شويتين ومطلوب كتير، والأمهات كمان معروضها ومطلوبها. المعروض قليل شويتين والمطلوب بتاعها زايد شويتين، وللأسف الشديد منتجين ومربيين كتير خرجوا من السوق لحد الآن، والفراخ قليلة في السوق في الوقت الحالي. أما عن الساس التسمين فثبات واستقرار في الساس التسمين، ليصل سعر الساس التسمين إلى 57 والرز التسمين ب59 جنيه، والبلد الحر ب64 جنيه تنفيذات. أما عن منتجات الأمهات اللي هو الكتكوت الأبيض التسمين اللي قلق المربيين وارتفع شويتين، فمن 8 ل8 ونص أهالي، والشركات من 9 ل11 جنيه تنفيذات. اما لو رحنا عند الكتكوت الساس التسمين هنلاقيه وصل 6 جنيه تنفيذات، والبيور منه ب6 ونص كمان. اما عن البيض فالبيض ثبات واستقرار في اسعار البيض، ليصل سعر البيض الاحمر اللي هو الكلسم الاساسي لمعظم المستهلكين في الوقت الحالي ب84. ولو رحنا للبيض الابيض هنلاقيه في الوقت الحالي ب79. ولو رحنا عند البيض البلدي هنلاقيه ب81. اما عن الاعلاف اللي منها معظم المربيين بتخاف والتجار كمان، وعاملة أزمة في صناعة الدواجن وهي سبب الأزمة الحقيقية الآن، فكلام في ارتفاع أسعار الصويا، وكلام في هبوط أسعار الذرة، وللأسف الشديد لحد الآن الأعلاف ثبات واستقرار، مفيش أي كلام. يعني العلف من 19 ونص ل20، وطبعا زايد على المنتجين وزايد على المربيين ومزود السلع ومزود المنتجات على المستهلكين. بنحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله، وربنا يفتح لنا ويفتح لكم أبواب الرزق وأبواب الخير. عشان تعرف أسعار الدواجن تابعنا على صفحة بورصة المنصورة للدواجن إدارة الحاج عبد المغيث، وعلى قناة رئيس جمهورية الفراخ، وفعل زر التنبيهات يصلك كل جديد. نشوفكم من خير ولايك وشير.